شباب شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. شباب جيت لهذا المكان الهادئ. هذا المكان من يصير عندي قصة اريد اسولف سالفة موضوع احب اجي هنا. مكان هدوء بس صوت الاشجار والعصافير وكل كلب من كلب قاعد يعوي من بعيد. فمكان هادئ احب اسولف فيه. فاليوم حبيت اسولف عن وحدة من اصعب فترات حياتي اللي كانت في اوروبا. كان تقريبا من 10 سنوات في اوروبا، لكن هاي المرحلة من أصعب المراحل بحياتي. عبارة عن قصة صارت وياي، فخلينا نقعد أسولف لكم الأحداث واحدة بوحدة. شباب سنة 2019 أنا كنت بألمانيا، وألمانيا حياتها عبارة، اللي بألمانيا ما يعرف هذه الأشياء، ألمانيا عبارة عن مرحلتين. يا أما أنت تجي بألمانيا وتشتغل وينطوك أوراق، وهناك من ينطوك أوراق تقدر تشتغل تأجر بيت، هذا والحياة جيدة بألمانيا. هاي بالنسبة للاجئ الأجنبي اللي يجي بألمانيا. أما بالنسبة للجانب الآخر تجي لألمانيا وينطوك رفض راح تتهجول، لا تقدر تشتغل، لا تقدر تأجر بيت، تصير تشتغل بالأسود، تركض من الشرطة منا ومنا، تخاف من الشرطة. فأنا كنت من هذا الجانب. أبو جاسم دائما محظوظ بهاي الشغلة. والله وجيت لألمانيا أنا كانت عندي بصمة بلجيكا. من اجيت لألمانيا بقعد كم شهر اشتغلت وقعدت وهذا، وكانت حياة حلوة لحد ما اجوا قالوا هكذا الرفض لازم ترجع لبلجيكا. زين أنا أرجع لبلجيكا، بلجيكا نفس الشيء منطيني رفض، يقولوا ارجع للعراق. أنا ايش ردت من بلجيكا؟ جيتكم ألمانيا، بلجيكا لا أقدر لا أشتغل لا أقدر أجر بيت، وحاليا هسه صرت بألمانيا جاني رفض، لا أقدر أشتغل لا أجر بيت، وبقى حرت لا نلهلي على قولة هذا الأغنية، حرت لا نلهلي ولا نلحبيبي. شو أسوي؟ قمت باليوم بالليل، كل يوم بالليل أفتح الإنترنت وأقلب وين تروح أبو جاسم، على قولة الفيلم مال أرموطي، أوديك فيني يا أرموطي، أوديك فيني أرموطي، لازم الخارطة مال أوروبا وأدور وين أكو دولة واحدة. لحد ما شفت الناس 2019 الناس صارت هاي الظاهرة المرفوض من أوروبا يروح المن يروح لإيطاليا. إيطاليا والله قلت لهم خلا طب أسوي بحث على إيطاليا. والله طبعت وأسوي بحث وأسأل الناس وهذا، لحد ما شفت الناس مسوين جروب الجالية العراقية بإيطاليا ويسولفون شلون الحياة، شلون الحياة، شلون الوضعية. يقولون من ناحية الأوراق يعطون أوراق، من ناحية يعني مساعدات اول ما شخص يجي، مساعدات الكامب هذا ما اعرف شنو شويه صعبه احيانا ما تاخذ، ما تحصل بيت. المهم المبلل ما يخاف من المطر. ابو جاسم كالعاده خليت الجنطه على ظهري، ما عندي ولا مستمسك، كلهن هويات. ومن يعطوني رفض الهويه يخلون عليها، يسموها بالالماني يسموها دولدونج، يخلون عليه خط احمر. هذا الخط الاحمر كانما يقول لك استغفر الله عليك مشبوهة تكون الخط الأحمر، لا واحد يأجر لك، واحد يشغلك يشوف هذا الخط الأحمر الشرطة يظل ساعة ويمهم. والله خليت الجنطة وطلعت وين؟ طلعت على إيطاليا. ألمانيا حدودية على سويسرا صغيرونة وطب لي إيطاليا. زين أنا ما عندي مستمسكات، شو أسوي هنا بهاي الحالة؟ ما أصعد قطار دولي لو طيران من ألمانيا على إيطاليا، لا أصعد باصات أو قطارات من مسافة مثلا من ألمانيا صعدت لفرايبورغ. فرايبورغ تصير قريبة على سويسرا، من فرايبورغ تدخل لسويسرا تصعد بباص لو قطار، صعدت قطار اللي يدخلك بس على حدود سويسرا. هاي يصير دائما الطلاب العمال اللي يشتغلون من هاي الدولة وبهاي الدولة يصعدون بيه، فكنترول ما يكون به هواية. طبعت لسويسرا الحمد لله والشكر. وأنا بسويسرا اخذ قطار من حدود سويسرا هاي لحد حدود سويسرا اللي على ايطاليا، اعتقد كانت مدينة لوغانو. صعدت وانا بلوغانو الحمد لله والشكر ما بقى لي شيء، اخر قطار اللي اطب عليه بايطاليا وبعدين اخلي بايطاليا، انا اريد الشرطة تلزمني حتى اطلب لجوء. والله وصلت لهاي المدينة، اخر مدينة بسويسرا.